بيبدأ فيلمنا وبنشوف طفل وأمه بتتكلم معاه وبتلبسه سلسلة على شكل ذئب وبتقوله إنه يبقى قوي وما يسيبش حقه مهما حصل. وبعد فترة أم الولد ده بتتعب وبتموت وهو بيقرر إن هو يسيب القرية ويروح يعيش في المدينة ويشوف حياة العصابات. وبيكبر وبيتعرف باسم الشاب الذئب، ما تضحكش هو الاسم كده، وطبعا بيتعرف بالاسم ده في البلد كلها وبيكون قوي جدا لدرجة ان زعيم اكبر عصابة في المكسيك بيشغله معاه وبيخليه المساعد بتاعه. وفي الفترة دي بينفذ مهمات كبيرة جدا واسمه بيتشهر اكتر واكتر. وبعد فترة بيشوف بنت في حفلة وبيحبها وبيقرر ان هو يتجوزها وبيكون واقف وبيتكلم معاها، وبيجي واحد وبيخبط فيه وبيوقع العصير على البدلة بتاعته، فبيتعصب وبيروح يغسلها. وهو راجع كل الناس اللي في الفرح بيقعوا على الارض، وبيتضح ان كان في سم في العصير، وبيتضايق جدا لما بيلاقي مراته ماتت معاهم، وبيقرر ان هو هينتقم من اللي عمل كده. وبيعرف اسامي الناس اللي عملوا كده، وبيكون واحد اسمه جوني والتاني اسمه الدبور، واللي بيكونوا موجودين في مدينة طوكيو في اليابان، وبيروح هناك عشان ينتقم منهم. وبعدها بنروح لواحد تاني هيبقى موجود هو كمان واسمه تومي، واللي بيكون زعلان بسبب ان ابنه تعبان جدا وممكن يموت، وده بسبب ان في حد رماه من على سطح مبنى. وبيكون تومي عاوز يعرف مين اللي عمل كده عشان ينتقم منه. وبعدها ابوه بيجيله وبيقعد يعاتبه لانه ما كانش موجود ساعة ما ابنه حصل له كده، وان هو مفروض يحميه. وبعدها بيجيله رسالة من واحدة بتقول له فيها ان هي اللي قتلت ابنه، وبتقول له يجي يقابلها في القطر السريع. وبعد كده بنشوف جوني وبيكون موجود في طوكيو عشان ينفذ مهمة، وبتكون المهمة دي في القطر السريع برضه. وبيكون بيتكلم مع المديرة بتاعته واللي بتعرفه يتصرف ازاي لو حصل اي مشكلة اثناء المهمة. وجوني بيقول لها انه بقاله فترة بيروح لدكتور نفسي وان كل حاجة تمام، وقال له يعيش بسلام عشان حياته تستقر. وبعدها بتبدأ تفهمه المهمة، وهو انه هيخش القطر وهيسرق شنطة فيها فلوس وهيمشي بس كده، هي دي المهمة بتاعته. وجوني بيبقى مستغرب جدا من سهولة المهمة، لأن هو بيتكلفش بأي مهمة وخلاص، هو بيتكلف بالمهمات الصعبة بس. وأول ما بيوصل محطة القطر المديرة بتاعته بتطلب منه إنه يفتح الخزنة رقم 23 واللي بيلاقي فيها الأدوات اللي هتساعده في تنفيذ المهمة. وبيلاقي مادة مخدرة فبياخدها هي كمان، وبنعرف إنه ما بيحبش ياخد المسدسات معاه في المهمات بتاعته. وبعد كده بيركب القطر بسرعة قبل ما يمشي. وفي الوقت ده بنروح لتومي واللي بيركب القطر وبيطلع المسدس بتاعه عشان يقتل الشخص اللي بعت له الرسالة واللي المفروض هيكون راكب في الكرسي رقم 4. واول ما بيوصل عنده بيلاقي واحده صغيره في السن، فبيعتذر لها وبيفكرها ان مش هي اللي عملت كده يعني، لانها بنت صغيره. وبعد كده بيسيبها وبيمشي، بس البنت دي بتروح مطلعه صاعق كهربي وبتكهربه بيه فبيغمى عليه. وبعد كده بنشوف اتنين واللي بيكونوا قتله مأجورين وبيكون اسمهم التوأم عشان هما بينفذوا المهمات مع بعض والحاجات دي يعني. المهم بيكون اسمهم يوسفي وليمون، حاجة كده خليط ممتاز يعني. وبيكون معاهم واحد تالت اسمه جيمس واللي بيكون ابن أكبر زعيم عصابة مافيا في اليابان. وبنعرف إنهم كانوا في مهمة، وهو إنهم ينقذوا جيمس لأنه كان مخطوف من عصابة تانية. وكمان كان معاهم شنطة فلوس، وكان مطلوب منهم يرجعوا جيمس والفلوس لأبوه. وفي الوقت ده جوني بيكون بيدور على الشنطة اللي هو جاي عشان يسرقها، وبيلاقيها وبياخدها وبيمشي بكل سهولة. وبيروح يستنى عشان ينزل في أول محطة، وبنلاحظ إن البنت اللي كهربت تومي شافته لكنها بتكون مش مهتمة بالموضوع. وبعدها يوسفي بيجيله مكالمة من المساعد بتاع أبو جيمس واللي اسمه الموت الأبيض، والمساعد بيسأله عن جيمس والشنطة، فبيقول له إنهم معاهم لكنهم بيشوفوا ليمون وهو عمال يدور على الشنطة. فبيقفل مع الراجل وبيروح يشوفه وبيلاقي الشنطة فعلا اتسرقت. فليمون بيقول ليوسفي إن الموت الأبيض ده أب، وإن أهم حاجة عنده هو ابنه، فهو مش هيحاسبنا على الفلوس لما يشوف ابنه قدامه وهيسامحنا. فيوسف بيقول له ان الراجل ده مجنون ومش زي ما انت فاكره، وبيحكي له عن قصة، وبيقول له ان من سنين كان في راجل اسمه واتارو، والراجل ده كان زعيم كل العصابات اللي في اليابان، وانه كان شرس جدا على اي حد بره العصابة بتاعته، لكن مع افراد العصابة بيتعامل معاهم على انهم عيلته. لحد ما جه واحد من روسيا وجه اليابان، واول ما وصل خلص على كل اعداء واتارو، والناس كلها عرفته وبقى واحد من رجالة واتارو، لدرجة ان هو خلاه اكبر المستشارين بتوعه. والعصابة فضلت تحذر واتارو ان الراجل الروسي ده مندفع ومتهور وممكن يأذينا ويأذي شغلنا، وفعلا كان عندهم حق. الراجل الروسي اتحالف مع العصابات العدوة لواتارو وعمل امبراطورية كبيرة جدا، واتغلب على كل الرجالة بتاعت واتارو وقتلوا كمان في الاخر. ومن ساعتها وهم كلهم بيسموا الراجل ده الموت الابيض.
وبيقول له ان الراجل ده مختل وغالبا هيقتلنا لو ما نفذناش المهمه زي ما هو عاوز بالظبط. فليمون بيقلق جدا وبيقول له ان احنا لازم نلاقي الشنطه دي، وبيروحوا يدوروا عليها. واول ما بيروحوا عند جيمس اللي هو الملاذ الاخير بتاعهم بيلاقوه مات وبتكون عينه جايبه دم، فبيعرفوا ان هو مات بالسم. وهنا بيتاكدوا ان الموت الابيض مش هيسيبهم في حالهم، وان الامل الوحيد ليهم ان هم يلاقوا الشنطه. وجوني بيكون مستني عشان ينزل في اول محطه، وفي الوقت ده الذئب بيجي، واول ما بيشوف جوني بيخبطه بالسكينه في صدره وبيوقعه على الارض، لكنه بيكتشف ان السكينه جت في الموبايل بتاعه وما عملتلوش اي حاجه. وجوني بيقوم له وبيقعدوا يضربوا في بعض، وجوني ما بيكونش فاكر الذئب ده وما بيكونش فاهم هو بيعمل كده ليه اصلا. وبعد كده الذئب بيروح رامي عليه السكينه، فبتيجي في الشنطه وبترد في قلب الذئب وبتموته. وجوني بيكون مستغرب جدا من اللي بيحصل وما بيكونش فاهم مين ده اصلا. وفي الوقت ده تومي بيفوق وبيلاقي كريس قاعده قدامه وبتعرفه ان هي اللي رمت ابنه من فوق المبنى، وبتفك ايده وبتديله المسدس بتاعه. وبعد كده بيجي لها مكالمه وبتتكلم مع واحد وبيكون في المستشفى عند ابن تومي، وبتقول له انها هترن عليه كل 10 دقايق، ولو ما رنتش ده معناه انها حصل لها حاجه وان هو يخلص على الطفل فورا. فتومي بيجيب ورا وبيسالها هي عاوزه ايه عشان يحافظ على ابنه، فبتقول له انها عارفه ان هو شغال مع الموت الابيض، وبتقول له انها عاوزاه يقتله، وبتقول له كمان ان هو هيبقى موجود في محطه كيوتو ولو ما عملش كده هتقتل ابنه. فتومي بيتصدم وبيقول لها ان الموت الابيض اعدائه حاولوا يقتلوه اكتر من 33 مره، وكل مره كانوا بينجوا من الموضوع، وكان بيقتل الشخص اللي حاول يقتله ده بابشع الطرق، ومفيش حد قدر يقرب منه لحد النهارده. فكريس بتقول له ان هو ده الحل الوحيد لو انت عاوز ابنك يعيش. وبعد كده بنرجع لجوني وبيكون قاعد مع الذئب بعد ما مات طبعا، وبيكونش عارف يعمل معاه ايه، فبياخد التليفون بتاعه وبيرن على المديره بتاعته وبيقول لها ان في شخص هجم عليه وكان عاوز يموته، وقال له ان هو اللي قتل مراته وكمان خلص على الزعيم بتاع اكبر عصابه في المكسيك. فالمديره بتاعته بتفكره بالمهمه اللي هو عملها يوم جواز الذئب وخلص على كل الناس اللي كانت موجوده، وساعتها جوني افتكر اللي هو عمله وعرف ان الشخص اللي هجم عليه ده هو الذئب اللي هو موت كل الناس في الفرح بتاعه. وبتقول له ان المهمه كده كبرت وبقت خطيره جدا، وان هو المفروض ينزل من القطر باسرع وقت. وفي الوقت ده كريس بتشوف جوني تاني وبتلاحظ ان الشنطه مش معاه، وجوني بيكمل كلامه مع المديره بتاعته لكنه بيشوف يوسفي فبيحاول يستخبى منه، وبيكون يوسفي بيتكلم في التليفون مع رجاله الموت الابيض، وجوني بيسمعه وهو بيتكلم عن الشنطه فبيعرف انها بتاعته. وساعتها يوسفي بيشوفه لكن مش بيتعرف عليه وبيسيبه وبيمشي، وهو ماشي بيسال كريس وتومي لو شافوا واحد معاه شنطه ما هعدي من قدامهم. فكريس بتقول له انها شافت شنطه مع واحد لابس نظاره كان لسه واقف قدامهم دلوقتي. وبيعرف يوسفي ان الشنطه مع جوني اللي هو لسه شايفه حالا، وبيروح بسرعه عشان يلحقه قبل ما يمشي. واول ما بيمشي كريس بتاخد تومي وبتروح تدور على الشنطه وفعلا بتقدر تلاقيها. وفي الوقت ده جوني بيحس ان المهمة خرجت عن السيطرة، وبيقعد مع ليمون وبيتفق معاه على ان هو هيديلهم الشنطة مقابل ان الصراع ده ينتهي. وليمون بيوافق، بس فجأة بيقوم ضربه لانه كان فاكر ان جوني هو اللي قتل ابن الموت الابيض وسمه الحاجات دي. وقعدوا بقى يعجنوا في بعض شوية، وجوني في الاخر بيخليه يفقد الوعي، وقعد يكلم نفسه شوية وراح مطلع ازازة المية بتاعت ليمون وحاطط فيها مخدر عشان لما يفوق يشرب منها وينام تاني. وبيروح رانن على المديرة بتاعته عشان يشوف هيعمل ايه. وفي الوقت ده يوسف بيوصل وبيلاقي صاحبه فاقد الوعي. المهم بعد شويه بيفوق، وليمون بيروح قايل له ان جوني رغم ان هو قاتل محترف الا ان هو ما قتلش جيمس. بس يوسف بيقول له مش مهم الكلام ده خالص، المهم ان احنا لو شفنا جوني لازم نقتله لان انا حاسس ان المصايب دي كلها جايه من تحت راسه. وبيبداوا يدوروا عليه. وبعد شويه كريس بتكون قدرت تفتح الشنطه لكنها ما بتاخدش منها اي حاجه، وبتروح حاطه جواها قنبله وبتقفلها تاني. وبتقول لتومي انها سابت له المسدس عشان هو كمان فيه متفجرات، ولو كان ضغط على الزناد الطلقه كانت هترد فيه وتقتله هو. وبتروح حاطه الشنطه في نفس المكان اللي هي لقيتها فيه عشان لو ليمون او يوسفي رجعوا الشنطه للموت الابيض يفتحها وتروح منفجره فيه وتموته. وفي الوقت ده يوسفي وهو بيدور في القطر بيلاقي جوني وبيهجم عليه، بس هو وجوني بيفضلوا يضربوا في بعض. واول ما بيوصلوا المحطه الباب بيتفتح وجوني بيستغل الفرصه وبيطيروا بره القطر، وبيقعد يهيص كده زي ما انت شايف كانه كسب ابطال اوروبا. ويوسفي بيتغاظ جدا وبيطلع يجري ورا القطر وبينط ناحيه القطر وبيلحقه في اخر لحظه. وفي نفس الوقت ده ليمون بيشوف كريس وتومي وبيسالهم اذا كانوا شافوا حد معاه شنطه لونها فضي في القطر ده ولا لا.
فبتقول له انها ما شافتش اي حد معاه شنطه الاوراق اللي هو بيقول عليها. وليمون ساعتها بيعرف انها معاهم لانه لما بيسال اي حد عن الشنطه بيفكر انها شنطه سفر، لكن كريس هي الوحيده اللي قالت انها شنطه اوراق. وفي اللحظه دي بقى بتقعد تتمسكن عليه وتعيط زي العيال الصغيره، وبتقول له ان تومي هو اللي خطفها واجبرها تعمل كده. فليمون ما بيفكرش وبيروح ضارب تومي طلقه وبيوقعه على الارض. بس ليمون بيبص لشنطتها وبيشوف المسدس اللي معاها وبيعرف انها بتمثل عليه، وبيرفع المسدس بتاعه في وشها وبيكون لسه هيقتلها، لكنه بيروح واقع على الارض بسبب تاثير المخدر اللي كان محطوط له في الميه. وساعتها كريس بتاخد المسدس بتاعه وبتفضل تضرب فيه لحد ما الخزنه بتخلص. وفي الوقت ده جوني بيروح وبياخد شنطه الفلوس اللي هو كان مخبيها، وطبعا هي فيها القنبله بتاعت كريس. وبعدها بيروح للذئب وبيدور في جيبه على امل ان هو يلاقي اي حاجه تفهمه ايه اللي بيحصل. وفعلا بيلاقي صوره لواحده بيقولوا عليها الدبور، وبيشوف الصوره بتاعتها وبيعرف انها القاتله اللي كانت موجوده في الفرح بتاع الذئب، وانها هي اللي سممت كل الناس اللي كانوا موجودين في الفرح. المهم وهو قاعد بيتفرج على الصوره كده بيلاقيها قدامه، لكنها بتكون متنكره في لبس مضيفه وبتهجم عليه وبتعجنه ضرب، بس هو بيقدر يمسكها وبيفهم منها ان في حد طلب منها تقتل ابن الموت الابيض مقابل انها تاخد شنطه الفلوس. وبتروح موقعاه على الارض وبتحاول تخبطه بالحقنه اللي معاها وبتخبطه في ايده، بس فجاه بيروح ساحبها من ايده وبيحقنها في كتفها كلها. فبيقول لها ان السم ده مفعوله بيظهر بعد 30 ثانيه. فبتحاول بقى انها تلحق نفسها وبتطلع الترياق من جيبها، فبيروح ماسك ايدها وبيروح خابط الترياق في رقبته وبيحقن نفسه بالمصل بسرعه، وبكده بيقدر يحمي نفسه من السم وهي بتموت بسبب الجرعه اللي هو اداها لها. وفي الوقت ده بنشوف يوسفي بعد ما قدر يدخل القطر تاني وبيلاقي ليمون مرمي على الارض جنب تومي، وطبعا بيزعل جدا لان هو بيعتبر ليمون زي اخوه بالظبط. وبيمشي في القطر وبيلاقي كريس وبتحاول تغفله برضه وبتنجح فعلا، لكنه بيلاحظ الاستيكر بتاع ليمون على هدومها وبيعرف انها هي اللي موتته وبيبقى هيقتلها خلاص. بس جوني بيجي وكريس بتضحك عليه وبتقول له ينقذها، وفعلا جوني بيسوق الشهامه وبيهجم عليه، ويوسف بيحاول يقول له يا ابني هي بتضحك عليك، بس طبعا ما بيسمعش الكلام وبيروح خبطه بسرعه وبيخلص عليه. وبعد شوية القطر بيقف وبنشوف أبو تومي وهو بيدخل القطر وبيروح لجوني وكريس وبيقول لهم إن هو قتل الشخص اللي كان في المستشفى اللي كان عاوز يموت حفيده، وبيقول لهم إن هو عارف إن تومي في القطر وهو اتأكد إن هو لسه عايش. فكريس بتحس ان كل الخطط اللي هي كانت مجهزاها عشان تموت الموت الابيض كلها باظت، فبتطلع تجري وبتقرر ان هي اللي هتقتل الموت الابيض بنفسها. وبعدها قعد يحكي لجوني انه كان من عصابة واتارو قبل ما الموت الابيض يقتله، وان هو هنا عشان ينتقم ويخلص القصة القديمة اللي كانت بينهم. وبيروحوا هما الاتنين عشان يشوفوا تومي، وبيتصدموا هما الاتنين لما بيشوفوا ليمون راح قايم من مكانه كأنه ما حصلوش اي حاجة. وبنكتشف ان هو كان لابس وخ من الرصاص وكان نايم بس بسبب المخدر اللي كان موجود في المية. واول ما بيعرف ان جوني هو اللي قتل يوسفي بيهجم عليه وبيبقى عاوز يموته، لكن ابو تومي بيوقفهم وبيفهمهم ان الموت الابيض والعصابه بتاعته هيكونوا واقفين ومستنينهم في المحطه الجايه عشان يخلصوا عليهم. فبيهدوا هما الاتنين وبيتفقوا ان هما هيتحدوا مع بعض عشان يخلصوا عليه. وفعلا الموت الابيض بيكون في المحطه هو ورجالته، واول ما القطر بيقف بيدخل هو والرجاله وبيلاقي كريس رفع المسدس في وشه. والمسدس ده طبعا من المسدسات اللي فيها متفجرات عشان هي بتضحك عليه عشان ياخد منها المسدس ويروح ضاربها بيه فالطلقه ترد فيه وتقتله. وبنعرف بقى انها بنته وبتعمل كل ده عشان هو ما كانش مهتم بيها لانه ما كانش فاضلها، لانه كان بيجهز ابنه عشان يبقى الوريث بتاعه. وبيطلع جوني من القطر وبيسلم الشنطه للرجاله بتاعه الموت الابيض، والموت الابيض بياخد المسدس من بنته وبيخرج لهم. وبنعرف ان هو اللي خطط لكل ده وهو اللي جمع كل القتله في القطر عشان يخليهم كلهم يقتلوا بعض، وهو هيبقى موجود في المحطه بعد ما يخلصهم عشان يخلص على اللي باقي منهم، لانهم كانوا السبب في موت مراته لما كانوا بينفذوا واحده من المهمات بتاعتهم. المهم الرجاله بتاعه الموت الابيض بيفتحوا الشنطه والقنبله بتنفجر فيهم وبتدخلهم كلهم جوه القطر وبتموت شويه من الرجاله بتاعه الموت الابيض. وفي الوقت ده ابو تومي بينزل عج بقى في رجاله الموت الابيض بالسيف وبيخلص عليهم واحد ورا التاني واحد في التاني، وبعدها بيوصل للموت الابيض وبيبداوا يضربوا في بعض بالسيوف.
وطبعا لان مفيش حد بيوجه القطر السكك بتخش في بعضها، والقطر اللي هم راكبين فيه بيخش في قطر تاني. بس الحمد لله ما بيموتوش، وساعتها في واحد بيبقى هيقتل جوني بس ليمون بياخده وبينط بره القطر وبيقعوا في الميه، والقطر بيوصل لاخر السكه وبيخرج عن مساره، وجوني بيطير وبيبقى خلاص على وشك ان هو يموت، بس بيخبط في دميه كده جلد شبه القطه وما بيحصلوش حاجه. المهم بعد ما بيخرج من القطر بيلاقي الموت الابيض خارج له وعاوز يموته، بس بيلاقي المسدس بتاعه فاضي، فطبعا بيروح عامل اغبى حركه في حياته وبيروح مطلع المسدس اللي هو كان واخده من كريس بنته وبيضرب على جوني، بس الطلقه بترد في دماغه وبتخلص عليه. وبعد شويه ديانا المديره بتاعته بتيجي عشان تاخده من المكان ده، وبيقول لها ان هو ما عادش هيشتغل في المهمات دي تاني. ولو انت عاوز تعرف ليمون حصل له ايه، فهو خرج من الميه وقتل الراجل اللي كان وراه ده، وبعد كده بينتهي الفيلم. ولو عجبك الفيديو اضغط لايك وما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف الملخصات الجاية. سلام.